بما انه بطولة اليورو شغالة، تعالوا احكي لكم عن مجموعة من اجمل الاهداف اللي دخلت بهي البطولة وشو انحكى عنها. جاهزين نستمتع باجمل اهداف هي البطولة؟ والله شكلك جاهز يا مدربي، ناطرك بعد الانترو لك. بهي البطولة دخل العشرات من الأهداف الجميلة، بس أنا اخترت 5 لهي الحلقة. المركز الخامس، يمكن تستغرب إنه حاطط لك بين هي الأهداف ضربة جزاء، إنه شو بدها ضربة جزاء؟ شو كينيا؟ هي تسديدة على الحارس وما في مدافعين ولا هم يحزنون، شوطة وجول والسلام. بس أنا الهدف اللي اخترته من ضربة جزاء كانت تسديدة أيقونية، تسديدة رح تدخل التاريخ وتتسجل بالشهر العقاري باسم صاحبها، تسديدة نجم منتخب تشيكوسلوفاكيا أنتونين بانينكا، سجل ضربة جزاء بشباك الحارس الألماني سيب ماير بنهائي أوروبا 1976. بيليه أحد أساطير هي اللعبة بيقول عن صاحب هي التسديدة إنه شغلة من الاثنين، يا بانينكا عبقري يا أما مجنون، لأنه التسديدة تتسم بالبساطة. وهي الحالة اللي وصفها بانينكا فعلا عن تسديدته، إنه هي فعلا تسديدة بسيطة، وما كنت قاصد إنه طلعه لحارس منتخب ألمانيا سخيف. يعني بانينكا ما عملها للاستهتار وللاستهزاء من سيب ماير، بس شاف إنه كل الحراس بترتمي على زاوية محددة أثناء التصدي، فبكل بساطة أنا بحطها بالنص بمنتهى السلاسة وفكت يا عرب. من وقت هي التسديدة قبل 50 سنة لهذا اليوم اسمها تسديدة بانينكا، وكبار لاعبين العالم بيقلدوها، من زيدان بنهائي كأس العالم 2006 على بوفون، لأشرف حكيمي بربع نهائي كأس العالم 2022، وكتار سددوا بنفس الأسلوب، منهم سيرجيو راموس وكريم بنزيما وكتار. هدف في المركز الرابع، ببطولة أوروبا 2020 تسجل هدف خرافي، هدف غير مقبول وغير معقول، من على بعد 49 متر فاصلة 7، يعني من نص الملعب حرفيا. سجل هذا الهدف لاعب المنتخب التشيكي باتريك تشيك بعد ما استغل تقدم الحارس بضعة أمتار، وأخذ قرار التسديد وخلى الكرة والحارس يدخلوا جوا الشبك مع بعضهم. اترشح هذا الهدف لجائزة بوشكاش بنفس العام، وأخذ جائزة أفضل هدف أوروبا 2020. فعلا كان الهدف جميل جدا، واللاعب كان لماح وذكي لياخذ هيك قرار. بالمركز الثالث، هدف مهاجم المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على المنتخب الفرنسي ببطولة أوروبا 2012. بتوصل لزلاتان عرضية رائعة من زميله لارسون، زلاتان بيطير وبيعمل مقصية بإجره اليمين، وهدف مثل الصاروخ لا ينسى. للأمانة زلاتان ما حكى كتير عن الهدف انه جميل او خرافي، انه ايزي بالنسبة لزلاتان، شو هذا بيجيب احلى من هيك، وركز بتصريحاته عن حالة الانسجام بين اللاعبين بهي المباراة. وفعلا زلاتان واحد من اكثر اللاعبين بيسجلوا اهداف خرافية، يعني بيسجل اهداف خرافية وحصرية عليها دمغة السلطان. هدفنا اللي بالمركز الثاني، هدف اللاعب القصير الماكر شيردان شاكيري بمرمى منتخب بولندا باسم النهائي اوروبا 2016. شاكيري استقبل كرة خاطئة من مدافع بولندا، وبأجزاء من الثانية أخذ قرار أنه ينط ويعمل مقصية من خط ال16 لحتى يسجل هدف من أجمل أهداف البطولة. بيقول شاكيري عن هذا الهدف أنه واحد من أجمل الأهداف بمسيرته وبيفتخر فيه كتير، بس بيشعر بالحزن الشديد لأنه فرحته ما كملت، وفاز بالنهاية المنتخب البولندي وطلعت سويسرا من البطولة. بس شو بدنا بالحكي، هدف جميل جدا ولا ينسى، أيقوني يعني. المركز الأول، وهذا ما بحسب رأيي، هذا برأي كتير من المحللين، هذا الهدف يا جماعة لصاحب الكرات الذهبية الثلاث وصاحب كأسين أوروبا 89 و90 اللي اعتزل وهو عمره 28 سنة فقط. هدف اللاعب الهولندي السفاح ماركو فان باستن بشباك منتخب الاتحاد السوفيتي بنهائي أوروبا 88، واحد من أجمل الأهداف على مر العصور يا مدربي. بيقول فان باستن عن هذا الهدف إنه لما اجته العرضية كان متعب وحس انه مانو قادر يعمل كنترول ويراوغ، فقرر يسدد الكرة مثل ما هي. وقال كمان فيما معناه انا فعلا ما بعرف شو عملت. فينك تشوف ردة فعلي بالهدف انه شو عم يصير، ومدرب منتخب هولندا ضل شوي هو عامل هيك. بيقول رود خولت زميله بالفريق عن هذا الهدف، إذا فان باستن بيحاول يسجل هذا الهدف مليون مرة تانية ما راح يسجله. وزميله كومان بالفريق أيضا قال إنه صعب، ما فينك تسجل هيك هدف، كثير صعب، بس ماركو فان باستن سجله. للأسف انتهت مسيرة اللاعب بعد 2 سنين من محاولة علاج إصابة قديمة بالكاحل، وهيك بتنتهي مسيرة واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ. هي ال5 أهداف أنا اخترتها، شو رأيكم أنتم تكتبوا لنا كمان ذكرياتكم مع هي الأهداف، وشو عندكم أهداف ممكن تحكوا لنا عنها، اكتبوا لنا اياها بالتعليقات. وهلا خلونا نروح نشوف مسابقة الاسبوع. اذا كنت موجود بتركيا وحابب تربح معنا هي الطابة الحلوة المقدمة من شركة بابل الراعي الرسمي لبرنامجنا، ما عليك الا تجاوب على هالسؤال الموجود اسفل الفيديو وتنزل تتابع حساب الشركة الموجود بوصف الفيديو. والرابح معنا بالحلقة الماضية كان ان شاء الله الف مبروك، وانطرونا الاسبوع الجاي.